السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. النهاردة بقى انا عاملة لكم الاكل كده، والروتين بتاع الاكل دوت من عند ماما، ربنا يخليها يا رب ويديها الصحة. فهنا ماما عزمتنا على اكلة سمك، فجبنا سمك بلطي، وسمك سواردية. السمك ده من الاسماك المستوردة، وسمك تونة او ماكريل زي ما حابين تسموها يعني، بس ده طبعا الاصلي. فهنا انا عملت السمك، عملت لكم الطريقه بقى ديت عشان تشوفوها. هنا فانا هجيب هنا توم، طبعا السمك اتغسل كويس جدا واتنقع في خل وليمون وملح و... لا اله الا الله، ودقيق ماشي. وبعد كده اتشطف شطفه كويسه طبعا بعد الغسيل. وبعد كده بقى قلنا ايه، صفيته من الميه كويس جدا، وبعد كده قلت نتبله. فهنا بقى خدنا التوم، وخدنا فلفل حراق وفلفل بارد وطايه واحده، وحطينا بقى التوابل بتاعه السمك اللي هو الملح والكمون طبعا لان السمك بيحب الكمون جدا. وحطيت حبه فلفل اسود عشان الفلفل الاسود بيدي ريحه حلوه للسمك. وهحط حبه شطه وليمون وخل. فهي دي التتبيله بتاعه السمك. القطايه بتطعم السمك جدا يا جماعه، بس ما تكتروش قوطه، يعني ما تحطوش قطايه كبيره، عشان القوطه في التتبيله بتطر السمك بعد ما بيتقلي. فما تخلوش فيه سوائل كتير، يعني بلاش قوطه كتير، هي كفايه قطايه واحده صغيره هتدي الطعم اللي احنا عايزينه، وفي نفس الوقت مش هتعمل ميه. عندي هنا السمك بسم الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. كانت كميه كبيره من السمك، علشان طبعا احنا كلنا متجمعين عند ماما، انا واخواتي وولاد اخواتي وكده، فطبعا ما شاء الله احنا عددنا كبير، فبسم الله ما شاء الله يعني كانت الكميه كبيره يعني. هنا بقى انا ضربت كل المكونات دي في الكبه لحد ايه ما نعمت. فانا هنا كنت بحط الخل لان انا كنت نسيت احطه في الاول. خلاص، فانتوا المفروض تتعودوا عليا بقى ان انا على طول بنسى، اتعودوا على كده. فاكيد طبعا انتوا مش هتزعلوا، اكيد انا عارفه ان انتوا مش هتزعلوا مني. بس فهنا بقى طبعا كنت عملت ضربت، بس طبعا هنا كانوا ولاد اخواتي ما شاء الله عليهم كانوا واقفين، وكل واحد عايز يصورني شويه. فما شاء الله بقى اللي جايب دراعي، واللي جايب الغطا بتاع الكبه. فعادي يعني يا جماعه، استحملوا، الاطفال احباب الله، ربنا يخليهم ويخلي لكم ولادكم يا رب. هنا بقى انا كنت جايبه السمك اللي هو التونه ده او الماكريل، تبلته هو الاول، علشان انا كنت يعني هحطه في صينيه، هعمله سمك صينيه. فتبلته هو الاول، وقلت اما اركنه علشان يتبل ويبقى طعم السمك كله متبل، عشان لو انا حطيته في الصينيه فالتتبيله دي هتنزل فيها، فمش هيبقى طعم السمك حلو، يعني مش هيشرب التتبيله كلها هتنزل في الصينيه. فانا هنا تبلته هو الاول وركنته على جنب شويه لحد ما يتبل وياخد من طعم كل الحاجات اللي انا حطيتها دي. هنا بقى كنت ايه بتبل بقى السمك البلطي، طبعا كان اتغسل اهو، هو ما شاء الله عليه كان جميل، وكان جاي صاحي والله، يعني بسم الله ما شاء الله. هنا بقى كنت بتبل بقى من جوه كويس، وتتبلي بقى الحته اللي هي مكان الراس والخياشيم دي تتبل. الجناب بتاعه السمكه، انا هنا فاتحه الجناب فتحتين، شايفين؟ فتحتين اتنين مش فتحه واحده. بحشي بقى كل الفتحات دي، بحشيها بقى من التتبيله بتاعتي دي بكده بالمنظر ده. فانا هعمل برضو كمان واحده تاني، كله بيتبل لفوق كده، من فوق ومن تحت ومن كله والجناب دي كلها بتتحشي، كلها بقى اللي بتتحشي كده بالمنظر ده. تتبيله كده بقى بيبقى السمكيه كلها متبله، كلها بتبقى طعم واحد وملح واحد، وبيبقى طعمها ما شاء الله عليه، كله بيبقى زي بعضه. والسمك السواردي برضو نفس الحكايه. كان في بقى اللي هو عشان بس السكينه من عند ماما ما كانتش مساعداني، فما عرفتش اقطع حتتين، يعني اشرحه من الجناب حتتين. فهنا في سمك كان متشرح ناحيه، يعني حته واحده، شريحه واحده، وفي كان متشرح شريحتين على حسب ما السكينه كانت مساعداني يعني.
وبعدين السمك السواريديا ده فيه برضو من عند الديل كده ظهره بيبقى خشن، يعني حتى السكينة بتبقى صعب ان هي تمشي في الحتة دي. بس بقى عشان احنا عندنا في جزء بياكل البلطي وجزء بياكل السواردي، فماما ربنا يخليها ويديها الصحة يا رب ويشفيها اللهم امين، بتجيب له كل واحد طلبه، يعني بتجيب له كل اللي هو عايز ياكل حاجة بتجيبها له، ما بتقولش لحد لا. ربنا يبارك لها يا رب ويجعله عامر يا رب دايما بيها. هنا بقى كده كنت بتبل السمك، بعمل السمك قصدي في الدقيق، ببدره بالدقيق، وبعد كده ببله بتنسيمة مية علشان سببين. اولا الحركة دي بتخلي السمك يبقى مقرمش وبيبقى جميل جدا من بره، وتاني حاجة ان بيخلي الزيت نضيف معاكي لحد ما تخلصي خالص، بيبقى السمك نضيف لا بيسود ولا بينزل فيه دقيق ولا اي حاجة، بيحافظ على الدقيق، بيبقى الكفر الخارجي بتاع السمكة موجود زي ما هو، ما بينزلش منه حاجة. الحاجات اللي بتنزل بقى في الطاسة دي بقى اللي هو بيبقى ممكن يكون التتبيلة مثلا من ايديا كده، لكن السمك نفسه ما بينزلش حاجة، بيبقى محتفظ بالكفر بتاعه. هنا انا بوريكم اهو، انا كنت ببدر السمكة بالدقيق حتى من جوه. ليه بقى؟ لاني لو انت سبتيها بتبقى السمكية من جوه بعد ما بيستوي بيكون يعني مش ناشف كده من جوه، بيكون طري ومنزل مية كده، فما بيبقاش حلو بصراحة. لكن لما بتبدريه بالدقيق من جوه بيكون برضو مقرمش من القلب بتاعه ده، وفي نفس الوقت ما بينزلش اي سوائل، فبيبقى ماسك نفسه كده وحلو. هنا بقى كنت بوريكم ان انا بقى عملت خرطت بصل جوانح وفلفل الوان. طبعا انتوا عارفيني ان انا ما بحبش الفلفل الالوان، ما بجيبهوش عشان هو غالي، فانا بعمل اي حاجه غاليه بعمل عليها مقاطعه. اما ست الكل بقى ربنا يديها الصحه ما بتعملش مقاطعه لحاجه، ربنا يخليها ويديها الصحه يا رب، ما بتعملش مقاطعه لاي حاجه. يعني مش عارفه، نقعد نقول لها الحاجه اللي بتغلى ما تجيبهاش، فهي ازاي؟ لا ما ينفعش، الاكله دي عايزه كده فتجيب لي الاكله دي الحاجه بتاعتها، ما فيش بديل، يعني هي ما عندهاش بديل، فربنا يخليها يا رب. هنا بقى انا كنت حطيت بقى رصيت السمك على الخلطه اللي انا عملتها دي، البصل والفلفل. رصيت بقى السمك اللي انا طبعا كنت متبلاه عليها، وبعد كده هجيب حبه قوطه هضربهم بس في الكبه يا دوبك، يعني بصوا زي كده، يعني مش معصوره وفي نفس الوقت ما هيش سليمه، مجروشه بس كده في الخلاط كده جرش خفيف. هعمل ايه بقى؟ همسك بقى القوطه دي عشان طبعا السمك متبل، فاحنا القوطه دي هي اللي مش متبله، فاحنا هنحط لها حبه ملح وهنحط لها حبه فلفل اسود وهنحط لها حبه كمون عشان نطعم القوطه. تمام. وهحط لها ليمونه، هعصر عليها برضو ليمونه، وهحط حبه زيت. كل بقى ده يتحط مع بعض ويتقلب كويس، وبعدين ايه ينزل بقى على السمك. والله والله كانت بجد تحفه، كانت صينيه سمك تحفه تحفه بجد. هنا بقى انا بسيبها يعني يا دوبك، بس بخلي القوطه كده تخش في السمك كله، وبعد كده بحطها على البوتاجاز بتنزل ميتها بقى. كل الخضار ده اللي انا حطيته، البصل والفلفل والقوطه، هي بتنزل ميتها منها فيها، انا ما حطيتلوش اي سوائل. اول ما بتنزل ميتها خلاص بوطي بقى عليه البوتاجاز وبسيبه، اول ما بيستوي فبحطه تحت الشوايه بياخد لون. هنا بقى انا كنت خلاص خلصت الكميه بتاعه السمك، وكانت كميه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، والله يا جماعه كميه ما شاء الله كبيره بتاعه السمك. فهنا بوريكم ان خلاص السمك خلص، وشايفين الزيت عامل ازاي، لا في دقيق في القعر ولا في اي حاجه، يعني بسم الله ما شاء الله. آه يعني السمك شايفين عامل ازاي ما شاء الله. جربوا السمك لما يتحط بعد الدقيق في ميه وانتوا هتعرفوا. هنا انا كنت بعمل بقى الرز الصياديه، كنت حاطه الزيت بس الزيت سخن قوي زياده عن اللزوم يعني. حطيت فيه بصل علشان يتحمر واعمل الرز الصياديه. فالرز الصياديه لازم يكون البصله بتاعته متحمره جامد عشان يديك اللون الغامق بتاع الرز ده. الوصفه الاساسيه للرز، لا بنحط بقى عليه عسل اسود ولا بنحط عليه اي حاجه من الحاجات اللي بتغمق الرز، لا هو البصل فقط لا غير. والبصل كمان لو مش عاوزينه يبان انتوا اعملوه بالمبشره من الناحيه الناعمه،
بيخلي البصل ما يبانش اصلا، وهو كده برضو مش باين. احنا كنا عاملينه في الكبة فما كانش باين اصلا خالص يعني، وهتشوفوه حتى في الرز بعد ما يستوي. هنا بقى كان الرز البصلة كانت بتتحمر، وكنت انا خلاص خلصت تقريبا السمك، وكنت عامله بقى الرز الابيض اللي انتوا شفتوه دوت، علشان كان في حد ما بيحبش السمك، الرز بتاع السمك الصياديه، فاحنا عملت له الرز الابيض. والرز الابيض انا كنت عاملاه قبل كده برضو في القناه، فهو سهل جدا يعني في عمايله. هنا بقى عمالين نشوح في البصل عشان تتحمر، عماله اقول لها يلا خلصينا خلصينا ما فيش فايده. فالبصله ما شاء الله معاندة معانا، فانا كنت عايزه اخلص بسرعه، كانت الاكل ما شاء الله اللهم بارك كتير، وانا عايزه اخلص، والوقت عمال يجري، وهم جعانين، والعيال عمالين يعني يلعبوا حواليا ويزقوا فيا، فمش عارفه اخلص الاكل. وكل واحد فيهم عاوز يصورني شويه، فما حدش بقى يا جماعه يتكلم على التصوير. الحمد لله ان الفيديو طلع كده يعني، ربنا يخليهم يا رب. هنا بقى هنزل بالميه بعد ما البصله اتحمرت. شايفين بقى اللون، خدت اللون الذهبي الغامق ده او البني. هي كده مش محروقه يا جماعه على فكره، بس هي الاضاءه عند ماما مش حلوه، هي بس خدت اللون اللي هو البني. ما هي انا بقى حطيت هنا ملح وكمون وورق لورا، بعد ما يغلوا بقى مع بعض كويس، وبعد كده هنزل بقى بالرز. كمية المية قد الرز. تمام، احنا خلاص عرفنا ان دي قاعدة، كمية المية قد الرز، فانا ببقى عارفة انا حطيت مية قد ايه قد الرز اهو. طبعا الرز الصيادية بيبقى عكس الرز الطبيعي خالص، يعني الرز العادي بتاعنا احنا بنشوح الرز في المية، في الزيت والزبدة قصدي، وبعد كده بننزل بالمية. اما الرز الصيادية لا، بننزل بالمية الاول وبعد كده بننزل بالرز. هنا بقى كان الاكل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك خلص. شايفين بقى الصينية بتاعت السمك تحفة، والله يا جماعة كانت تحفة. وادي الرز اهو، شايفين بقى لونه، بس للأسف الإضاءة عند ماما مش حلوة. شايفين بقى مفلفل ازاي اهو، ولا معجن ولا في اي حاجة. وادي السلطة، وادي بقى السمك بسم الله ما شاء الله. وادي السمك اللي هو السواردية. والسمك كان بسم الله ما شاء الله، كانت اصلا يعني كان سيرفيسين، بس انا جبت بقى سيرفيس واحد في التصوير، عشان بسم الله ما شاء الله يعني ما كانش في مكان اصور فيه كمان تاني على الرخامة يعني على المطبخ. فانا كده جبت لكم المجمل بتاع الاكل، فقولوا لي بقى ايه رايكم في الاكل ده، ولو عجبكم بقى قولوا لي في التعليقات، ودوسوا بقى لايك، وادعوا لماما ان ربنا يشفيها يا رب، ويخليها لنا، ويفضل يا رب البيت كده مفتوح دايما بحسها. وكنت معاكم مها، مع الف سلامه.